المرجو من السلطات المحلية أن تتدخل. السكان أقيدين في خطر. سيول وفيضانات تجتاح المغرب، وسيول جارفة تضرب إقليم طاطا، مما أدى إلى انهيار المنازل والبيوت. تشهد مدينة طاطا المغربية حاليا سيول وفيضانات غير مسبوقة نتيجة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها، مما دفع سكان الإقليم إلى الصعود إلى الجبال بحثا عن الأمان. والفيضانات تجاوزت كل التصورات في صباح اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر، حيث أطلقت نداءات استغاثة من مواطنين محاصرين بالسيول، ورجال المطافي المدنية وسيارات الإسعاف يتدخلون لإنقاذ بعض المواطنين من بعض الأحياء. كما أدت السيول منذ قليل إلى انهيار قنطرة النهضة وسط مدينة طاطا لتقسم المدينة إلى نصفين. كما تشهد المنطقة رياحا قوية مصاحبة للأمطار، مما يزيد إلى حدة الوضع هناك. وأدت السيول الجارفة إلى انهيار العديد من المنازل، خاصة المنازل الطينية التقليدية القديمة، مما دفع السلطات المحلية التدخل على الفور للسيطرة على الوضع والتحدي للأضرار وإنقاذ كل العالقين في السيول الجارفة. ربنا يحفظ كل إخواتنا في المغرب وكمان في كل دولنا العربية.